ايه هي العبودية، والعبودية في ربنا قد ايه بتخلينا متحجمين او بتخلينا مش متحجمين. هنتكلم في كل الحاجات دي، هنتكلم في كل حاجة ليها علاقة بان احنا عبيد لربنا سبحانه وتعالى. العبودية هي امتلاك انسان لانسان، وزمان والتاريخ لو دورنا فيه مليان حاجات عن العبودية وقد ايه انها كانت حاجة ظلمة قوي قوي قوي. كانوا بيخلوا العبيد يشتغلوا في اعمال شاقة جدا جدا جدا، وفي الاخر بيدوهم رغيف عيش. ما كانش طبعا بيحطوا اعتبار ان هو انسان او ان هو بني ادم، ما كانوش بيحطوا اي حاجة في الاعتبار غير الحاجة اللي هم عايزين يوصلوا لها. عايزين نبني كذا، عايزين نحفر كذا، عايزين نعمل ايه، لكن مش مهم البني ادم ده محتاج ايه مش محتاج ايه، هيموت مش هيموت عادي، هيموت هندفنه. ما كانش فيه للبني ادم اي قيمة. لكن العبودية لربنا هي قمة الحرية. ربنا خلقنا وهو صاحبنا، هو الخالق بتاعنا، احنا ليه في الاخر. وبالرغم من كده، يعني بالرغم ان هو يستحق العبودية فعلا ليه، ان احنا نكون عبيد ليه ونسمع الكلام من غير نقاش، لكن ربنا ادانا حرية الاختيار. ربنا ادانا حرية احنا هنقوم نصلي ولا لا، احنا هنذكره ولا لا، احنا هنسمع كلام فروض ونلبس الحجاب ولا لا. ربنا ادانا الاختيار لكل حاجة. حتى الملائكة ما لهمش الاختيار ده. ربنا كان ممكن يخلقنا زي الملائكة بنعبده وبس، ما نعملش اي حاجة تزعله، لكن لا، ربنا خلقنا قادرين ان احنا بنختار ان احنا نعبده. ولما ما بنعبدوش وبنرجع نقول له يا رب انا ندمان ان انا غلطت في حقك، ربنا بيسامحنا بجد، وممكن بيمسح كمان، بيعفو عننا، فبيمسح اللي احنا عملناه ده كأنه ما كانش. فهو في عبودية اعظم من كده؟ يعني في عبودية فيها حرية كده؟ مفيش. ربنا بيقول لنا اذنب وارجع واستغفر وانا هغفر لك، هسامحك عن كل اللي انت عملته. ربنا بايده ان هو ولا يسامحنا ويعذبنا في الدنيا وفي الاخرة، لكن ربنا بيدينا فرص كتير كتير. في حاجة معروفة ان ربنا ما بيفضحش حد من اول مرة، ما بيفضحوش من اول مرة، بيستروا لحد ما رصيده من الستر بيخلص، فخلاص بقى بيتفضح. فقد ايه ربنا حنين وكريم كريم كريم كريم، وربنا غني عن عبادتنا ليه. ربنا مش محتاج حاجة مننا، ان احنا نكون بنسمع كلامه او منسمعش كلامه دي حاجة مش هتعمل اي حاجة في مكانة ربنا، ولا هتزود ربنا ولا هتنقصه. طبعا لو انا بقول حاجة غلط ربنا عارف ان انا مش قصدها، انا بس قصدي ان انا ابين وجهة نظري. ربنا كمان مش خلقنا وسابنا كده، لا، ربنا ادانا كتالوج علشان نمشي بيه في الدنيا، نكون مرتاحين ومبسوطين في الدنيا، ما نكونش عايشين في شقاء، ونكون كمان في الآخرة في الجنة. يعني كمان بيدينا الجنة في الآخرة لو احنا مشينا على الكتالوج اللي هو اداهولنا. مفيش حاجة اعظم من كده، مفيش تخيلوا كده في حاجة اعظم من كده، مش قادرة اني اشوف حاجة تانية. لو عملنا بالأوامر اللي ربنا ادهلنا وسمعنا كلامه وحافظنا على الحدود بتاعته، ربنا بيحبنا. ولما ربنا بيحبنا بيحبب فينا أهل الدنيا وأهل السماء. تخيل لما ربنا بيذكرك، ربنا بيحط محبتك في قلوب الناس حواليك، والناس تكون متقبلاك. انتوا عارفين ان الطفل الحر ما بيكونش مبسوط؟ الطفل اللي ملوش حدود، ملوش قوانين، ملوش فريمز، ملوش كتالوج، ما بيكونش مبسوط. لما نسيب الطفل يعمل كل حاجة هو عايزها من غير ما نقوله لا، انا اعرفه الصح من الغلط، ما بيكونش مبسوط، ما بيكونش متزن نفسيا خالص. كل حاجة متاحة ليه، لكن هو ولا متزن نفسيا ولا راضي ولا بيشبع. احنا كمان زينا زي الطفل ده. لو احنا عايشين في الدنيا، احنا مفيش اي حاجة بتمنعنا ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه. عايزين نزني، عايزين نشرب، عايزين نسرق، عايزين نقتل، بنعمل كل اللي احنا عايزينه. مش هنكون سعداء ومش هنكون مبسوطين ومش هنشبع ابدا. القتل هنجيب قتل، والسرقة هتجيب سرقة،
كل حاجة بنجيب والليفل بيعلى. لو هنقضيها مثلا زنا رجالة مع ستات، مش هنشبع من ده في وقت من الاوقات، وهنبقى عايزين اكتر زي ما حصل مع قوم لوط. هيبقى في رجالة مع رجالة وستات مع ستات وميكس وفي كل حاجة، ومش هنشبع. هنبدأ ندور على حاجات تانية، هنتجه للاطفال ومش هنشبع، ممكن بعد كده نتجه للحيوانات. وبالفعل ده بيحصل للمجتمعات اللي ما عندهاش العبودية اللي بتربطها بربنا، الحرية المطلقة من غير قوانين ومن غير الكتالوج اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا. هي مش مفيهاش سعادة بربع جنيه، والله العظيم كلها شقاء. لما تعيش في مجتمع غربي اللي حواليك بيعبدوا، حتى لو في نسبة كبيرة منهم بتعبد ربنا لكن بطريقة مش صح بسبب تعدد الديانات، حس بقيمة اللي انا بقوله واللي انا بتكلم فيه، انه الحمد لله ان ربنا خلقنا مسلمين. الحمد لله ان ربنا عرفنا عليه عن طريق الانبياء اللي جم كلهم من اول سيدنا ادم لحد سيدنا محمد. الحمد لله ان ربنا حافظ لنا على الكتالوج اللي احنا ماشيين بيه، القرآن الكريم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة العبودية لربنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السند اللي احنا بنرجع له، على الوصل اللي بيربطنا بربنا في الصلاة، اللي في حد نفضفض له حتى من غير ما نتكلم. الحمد لله الحمد لله ان في حد سمعنا، في حد بيستجيب لدعائنا، في حد بيلحقنا، وفي حد بياخد باله مننا. الحمد لله مليون مرة على نعمة ربنا، والحمد لله مليون مرة على نعمة الإسلام. شكرا ليكم لو شفتوا الفيديو ده لآخره، ويا رب يأثر فيكم بأي حاجة كويسة ويقربكم من ربنا أكتر، ونقدر ان احنا كلنا نلتزم بالكتالوج اللي ربنا اداهولنا وبالقانون اللي ربنا اداهولنا اكتر واكتر واكتر. شكرا.